يا عم الحاج، يا عم الحاج، هو مين جاب سيره الفلوس؟ يعني مين قال انك عشان تتجوز لازم يكون معاك فلوس؟ لا معروف. فهمني، طب فهمني بقى يا عم الحاج، خد ودي. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ما حد جاب سيره الفلوس، ما فيش حد. انت سمعت حد جاب سيره الذهب؟ ما حد جاب سيره الفلوس. ماشي يا ما حبيبي، فيش حد الفلوس جاب مهمه سيره يا ابني. الذهب. الفلوس مهمه يا عم الحاج، مين قال الفلوس مهمه؟ لا مهمه طبعا. يا عم مين؟ ربنا ما قالش الفلوس مهمه ولا النبي قال الفلوس طب انت مهمه. عارف ام محمد جيراننا؟ محمد جيراننا، انا مالي ومال ام محمد جيران؟ بيتها كلهم متجوزين ناس اغنياء. يعني احنا نسيب ربنا والنبي ونمسك شرع ام محمد يا حاج؟ طب انا ما ينفعش يا بنتي. يا ابويا فهمني، انت هتناسب واحد مش لازم الفلوس. مش عارف انا، انت انت هتناسب وجعتني واحد. ليه؟ افهمني طب اسمع بقى، خد مني. انت هتناسب واحد صريخ ضحك، خفة دم. انت شفت ريتشي؟ انت هتوكلها ضحك يعني؟ يا عم شفت الريتش بتاع على الاكونت؟ شفت الضحك اللي انا بقدمه على الاكونت؟ ايوه، انت هتشربها نكت يا باشا. انت سالت عني؟ انا مش فاهم. انت لما تتخانق، انت دلوقتي انا خطبت بنتك ومعايا فلوس وانت اتخانقت، فلوس ال 200 جنيه اللي هتيجي تحوش عنك وتضرب معاك، انت هتناسب واحد عصبي يا حاج. اي خناقه. انت سمعت عن فتحه موت وطيب؟ لا، ده ما سمعتش. فتحه الموت كده بنايم. ما حصلش الشرع يا باشا انت ناسبني واتخانق في الشارع براحتك. بس انت برضه فقير. يا عم الحاج، افهمني بقى. بص، المقوله دي بتقول لك ايه؟ لا يعاب المرء بفقره ولا بجسده، ما يلعب بيه ان شاء الله. بقبح لسانه. وانا لساني دي العيبه لو طلعت سنتي بقطعه. سالت عني في الشارع قالوا لك ايه؟ قالوا لي كويس، بس قالوا لي فقير برضه. دول الناس ولاد وسخه اللي قالوا انت كده. بلاش حبيبي، انت شغال ايه بقى بعد كل الكلام ده؟ انا مش فاهم بقى. انا يا باشا مستشار. مستشار ايه بقى ان شاء الله؟ مستشار علاقات عامه مع اصحابي، مثلا حد معاه مشكله بيستشيروني كلهم. ورجل اعمال، انا رجل اعمال خلي بالك. عمل ايه؟ عارف الشيخ ابراهيم اللي بيعمل اعمال للناس؟ ايوه عارف. انا اللي موديله للناس. يعني لو ما جوزتهاليش هسخطك وبراحتك يا حاج. لا ايوه يا حبيبي، المام لقمه العيش هتيجي منين؟ من المخبز. مش بقول لك انا صريخ ضحك؟ وافق بقى يا عم.